على مر العصور الأنبياء كانوا الطريق لنجاة البشر وحمايتهم من شرور أنفسهم وشرور الشيطان. ربنا كان بيرسل لنا العديد من الأنبياء والمرسلين لهداية البشر ومساعدتهم بالعثور على طريق الصلاح. كتير من الأنبياء كان معاهم معجزات. تعال النهاردة أقولك على نبي عاش وسط الأسود وما حصلوش حاجة، وإيه قصته مع تفسير حلم غريب لملك العراق، نبي الله دانيال. أنا رامي البنا وانتم بتشوفوا هو التاريخ بيقول إيه. في القرن السابع قبل الميلاد ولد دانيال نبي الله في مدينة كنعان، كان بيعيش فيها بني إسرائيل. كان طفل جميل جدا، وبعد شوية سنين ماتت أم دانيال وعمره 8 سنوات. هيكبر نبي الله مع بني إسرائيل. كان طفل بيتمتع بالذكاء وحسن الخلق، كان بيحب أي شخص بيشوفه، مش علشان جماله ولكن لحسن معاملته للناس واحترامه للكبير وعطفه على الناس. في يوم من الأيام هيصبح دانيال معروف بالطفل العبقري وأذكى طفل في بني إسرائيل. تعال أقولك إيه اللي حصل. كان في وزير صالح شغال مع ملك بني إسرائيل، وراح الوزير يتابع الأسواق والتجارة بأمر من الملك. الوزير كان حزين جدا لأنه هيسيب زوجته دون حماية لفترة. قرر الراجل بأنه يجيب 2 من أصدقائه الصالحين. كان عنده 2 أصدقائه قضاة معروفين عنهم بأنهم صالحين ومشهود عليهم بين بني إسرائيل بأنهم ما بيكذبوش أبدا. أوصى الرجل الصالح القاضيان بامرأته خيرا، وهيطلب من أصدقائه أنهم يوقفوا حرس على باب زوجته كنوع من أنواع الحماية والإطمئنان. هيوافق القاضيان وهيمشي الراجل الصالح علشان يتابع الأوامر ويسافر. كانت زوجة الراجل الصالح ده كانت فاتنة وشديدة الجمال، كان جمالها بيلفت أنظار الرجال. القاضيان هيقعوا في فتنة المرأة الجميلة، هيحاولوا معاها أنهم يستميلوها، ولكنها هترفض المعصية والخيانة. هيهدد القاضيان المرأة بأنهم هيبلغوا الملك إنها زنت لو مش هتطوعهم ومش هتسمع كلامهم وتفعل الفاحشة. خلينا أقول لكم إن زوجة الرجل الصالح هترفض رفض تام، وبالفعل القاضيان هينفذوا تهديدهم. هيروحوا للملك ويبلغوه بأن المرأة قد زنت. القضية كانت معقدة جدا، لأن الملك عارف كويس جدا المرأة ويعرف أخلاقها، وعارف كمان زوجها وعارف أخلاقه. ولكن في الناحية التانية هو برضو الملك عارف القاضيين وعارف صدقهم. هيقرر الملك استشارة الوزير بتاعه. الوزير هيقوله القضية فعلا معقدة، لأن القاضيين الناس عارفينهم وعارفين صدقهم وصلاحهم، وقد ايه القاضيين دول قدروا اللي هم يساعدوا بني إسرائيل طول السنين اللي فاتت، فمن الصعب ان هم يكذبوا. هيؤمر الملك بأن المرأة ترجم بتهمة الزنا، ولكن بعد 3 أيام. وفي ال3 أيام دول هيحاول الملك انه يبلغ وزيره ان يبحث عن حل القضية، وربما يظهر اي شهود او يظهر اي حاجة تعطل قرار الرجم. في اليوم الثالث هيجي حل القضية، وكانت المفاجأة بان اللي هيحل القضية على يد الطفل اللي كان عنده في الوقت ده 8 سنين، وهو دانيال. تعالوا اقول لكم ازاي ده حصل. في اليوم الثالث هيخرج الوزير ويتمشى في المدينة. هيروح يشوف الوزير أطفال بتلعب في الشارع، وكان معاهم الطفل دانيال عليه السلام. هيسمع الوزير دانيال وهو بيقول لأصدقائه الأطفال: يلا يا أصدقاء تعالوا نمثل قصة القاضيين والمرأة. وبدأ الأطفال في تمثيل القصة. دانيال كان بيمثل دور الملك والأطفال باقي الأدوار. أمر دانيال بأن الولد اللي بيمثل دور القاضي الأول يقف في جهة اليمين، وأمر الولد اللي بيمثل دور القاضي التاني يقف ناحية اليسار. وهنا هيروح دانيال يسأل الولد اللي هو القاضي ويوجه له سؤال: أين ومتى كانت واقعة الزنا؟ والطفل موجود في جهة اليمين هيرد عليه بإجابة. هيسيبه دانيال ويمشي شوية لحد ما يوصل للولد التاني اللي هو القاضي التاني ويسأله نفس السؤال. طبعا الاتنين بعاد عن بعض. الطفل التاني اللي بيمثل القاضي التاني هيرد بإجابة مختلفة عن زمن ووقت وقوع الزنا. ابتسم دانيال وقال للأطفال بصوت عالي: هذان القاضيان شهدا زور، وهذه المرأة بريئة.
الوزير اتفاجئ باللي شافه وما كانش مصدق بأن القضية اتحلت على ايد طفل عمره 8 سنوات بس. هيجري الوزير على الملك عشان يبلغه باللي شافه عشان تتطبق الفكرة على أرض الواقع. وبالفعل بنفس تطبيق لعبة دانيال هيتم كشف إن القاضيين زوروا الحقيقة وإن المرأة فعلا بريئة. هتتحل القضية على إيد النبي دانيال وهو كان عمره 8 سنوات، وهيتم تبرئة المرأة وهيتقتل القاضيان. هيكبر النبي دانيال وهيصبح رجل، ده كمان هيصبح نبي من أنبياء الله. ربنا هيرسله لبني إسرائيل عشان يفكرهم باتباع طريق الله والبعد عن عبادة الأوثان التي لا تضر ولا تنفع. خلينا أقول لكم إن عكس معظم الأنبياء والمرسلين، بني إسرائيل اتبعوا النبي دانيال، ولكن هتحصل حاجة هتغير مجرى الأحداث تماما. في يوم من الأيام كان صوت أقدام الأحصنة بيقترب من أسوار المدينة اللي اخترقها الجيش البابلي وقام بغزو مدينة كنعان. هيتم أسر 300 راجل علشان يكونوا عبيد وسجناء لدى ملك بابلي طاغي وهو الملك نبوخذ نصر. لسوء الحظ كان النبي دانيال عليه السلام واحد من الناس اللي اتسجنوا. هيتم أسر نبوخذ نصر لكتير من اليهود وهينفيهم لأرض بابل علشان يشتغلوا كخدم عند البابليين طول حياتهم. في يوم من الأيام كان بني إسرائيل بيشتغلوا طول اليوم في بناء معبد للملك البابلي نبوخذ نصر، ولحد ما جه الليل راحوا علشان يستريحوا ويقعدوا مع نبي الله دانيال وبدأوا يستمعوا ليه ولكلامه الحلو. بدأ نبي الله دانيال يدعي ربنا إن المطر ينزل، وكانت المعجزة بإن المطر فعلا نزل وبغزارة. في واحد من قادة نبوخذ نصر كان بيراقب الأحداث دي، وأول ما شافها طلع يجري على نبوخذ نصر عشان يبلغه باللي شافه. طبعا الملك نبوخذ نصر خاف من اللي حصل، وخاف ان النبي دانيال يشعل الفتنة بين العبيد ويبقى فيه حالة من الفوضى. هيؤمر رجاله بان نبي الله دانيال يتحط في حجرة مع الأسود. الملك نبوخذ نصر كان مبسوط لان الأسود دي كان بقالها يومين ما كلتش، فطبيعي اول ما هتشوف بني آدم قصادها هتفترسه. لكن اللي حصل كان معجزة بكل المقاييس، ان اول ما النبي دانيال دخل الحجرة مع الأسود ما قربتش منه بسوء، بالعكس دي بدأت تقرب من نبي الله دانيال وبدأت تنام تحت رجله. هيخلص القصة لحد هنا وهنرجع لها مرة تانية. في يوم من الأيام الملك نبوخذ نصر حلم برؤية غريبة جدا، وحلم إن في صنم بيتحطم إلى أشلاء. في الأول ما كانش الملك مدي اهتمام، لكن لما الموضوع اتكرر والحلم اتكرر كتير قصاده أصبح هاجس بالنسبة له. جاب كل السحرة والعرافين عشان يفسروا له حلمه، كلهم فشلوا. أمر نبوخذ نصر بقتلهم جميعا وملاش قدامه غير يهود بني إسرائيل. قالوا ما نعرفش تفسير الحلم ده، لكن في شخص واحد قادر على ده وهو نبي الله دانيال. افتكر نبوخذ نصر انه حبس دانيال مع الأسود وأكيد انه مات. هيأمر جنوده ان هي تتفقد دانيال في محبسه، ولكن هيتفاجئ نبوخذ نصر ان الجنود راجعين له بان نبي الله دانيال على قيد الحياة، وانهم شافوه وهو بيلاعب الأسود كأنه بيلاعب قطط. هيأمر نبوخذ نصر ان يجيله دانيال، وأول ما دانيال نبي الله يقابل نبوخذ نصر هيقول له أنا عارف كل حاجة عن الرؤية وعن تفسيرها. طبعا نبوخذ نصر اتفاجئ لأنه ما فتحش بقه معاه إطلاقا، وهيبتدي نبوخذ نصر يسأل نبي الله دانيال قول لي تفسير الرؤية وقول لي أنا شفت إيه في الحلم. هيبتدي دانيال يتكلم يقول لقد رأيت صنما عظيم الشكل، رأسه من ذهب ويداه من فضة وبطنه من نحاس وساقه من حديد وقدمه من رخام. ثم جاء حجر صغير فهشم الصنم، ثم كبر الحجر الصغير وأصبح جبلا مهيبا. هيتفاجئ نبوخذ نصر وهيقول له عرفت الكلام ده كله ازاي وانت في السجن؟ هيرد عليه دانيال ويقول له أيها الملك إن تفسير هذا الحلم لا يقدر السحر عليه أو المنجمون،
ولكن يوجد إله في السماوات كاشف الأسرار لا تخفي عليه أمور العباد، وأن رؤيتك تأويلها لدي. هيرد نبوخذ نصر: لا أعرف عن أي إله تتحدث، ولكن إن كنت تعلم بشأن هذه الرؤية فمن المؤكد بأنك تعرف تأويلها، اخبرني ما تأويل رؤياي. هيرد النبي دانيال عليه: إن مملكتك هي رأس التمثال الذهبي، أما اليد الفضية هي مملكة أخرى أصغر منك، والمقصود بده الكلدانيين. أما البطن النحاسية فهي مملكة أخرى تتسلط على كل الأرض، والمقصود بده الإغريق. أما الساق الحديدية فهي مملكة ستكون الأقوى، والمقصود بده الرومان. أما القدم الرخامية هي مملكة جميلة ستأتي ولكنها ضعيفة، هيقصد بيها البيزنطيين. هيقطع نبوخذ نصر وهيقول له: ماذا عن الحجر الصغير؟ ماذا يعني؟ هيرد عليه دانيال: الحجر الصغير الذي يدمر التمثال هو مملكة لن تنقرض أبدا. هذه المملكة ستطيح بكل الممالك وستسحقها، وستصمد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه الأمة ستكون أمة نبي الله الموعود أحمد، خاتم الأنبياء والمرسلين، وإن كل ما يريده هو أن يدفن نبي الله دانيال على يد أمة نبي الله أحمد. ركز قوي في اللي أنا قلته ده عشان هنحتاجه في نهاية قصتنا. إن نبي دانيال فسر الرؤية وفسر الحلم، وكان عنده دعوة وكان عنده أمل في شيء. الدعوة دي كانت بتقول إنه كان نفسه يدفن على يد أمة النبي محمد. خليني أقول لكم اللي احنا بنتكلم في القرن السابع قبل الميلاد، يعني قبل ما يتواجد النبي محمد وأمته بمئات السنين. يا ترى بقى هل الرؤية دي أو الطلب ده هيتحقق؟ هنشوف مع بعض. هنا بتقف القصة على الحوار اللي دار بين الطرفين، ولكن اللي جاي هيبقى عجيب جدا. وفاة النبي دانيال عليه السلام وتحقيق النبوءة بتاعته. هيتوفى دانيال عليه السلام في ظروف غامضة، وما كانش فيه أي دلائل على طريقة موته، ولكن بيعتقد الكثير من العلماء والمفسرين إن دانيال عليه السلام مات موتة طبيعية. اللي جاي هيصدمك أكتر. بعد مرور سنين كتير، وبعد ظهور الإسلام، وبعد ظهور عصر الفتوحات، بعد أن يتولى الصحابي الجليل أبو موسى رضي الله عنه خلافة مدينة السوس اللي هي دلوقتي إيران، بعد ما يتم فتحها وهتصبح ملك للمسلمين، هيدخل القلعة بتاعتها وهيلاقي في غرفة عليها ستر. هيسأل عنها. الناس اللي هناك هيبلغوه إن فيها جثة النبي دانيال عليه السلام، وجنب منه مبلغ من المال. الناس بتاخد منه وبترجعه مرة تانية. هيدخل عليه أبو موسى وهيمسك بيه ويقبل رأس النبي دانيال. هيرسل الخبر ده لعمر بن الخطاب اللي كان أمير المؤمنين في التوقيت ده. هيأمر عمر بن الخطاب إن نبي الله دانيال يتم تكفينه ويتصلى عليه، وأن يدفن كما يدفن الأنبياء. وبالنسبة للمال اللي حوالين منه هيتاخد وهيتحط في بيت مال المسلمين. وفعلا هينفذ الأمر أبو موسى. هيتأكد عمر بن الخطاب من نبوءة النبي الله دانيال من خلال وثائق مكتوبة بخط إيده بيبشر فيها بنبي الله محمد. طبعا الأنبياء والرسل هم بس اللي بيعرفوا إن خاتم المرسلين القادم هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فتأكد من نبوءته. خلينا أقول لكم إن هيتم دفن نبي الله دانيال من قبل أمة محمد، وده اللي كان بيتمناه وكان بيحلم فيه. المصادر بتقول إن قبر النبي دانيال موجود حاليا في إيران. بتنتهي قصتنا النهاردة. خلينا أقول لكم في النهاية سايب لكم في صندوق الوصف المصادر. أنا رامي البنا، وانتم بتشوفوا هو التاريخ بيقول إيه.